السلام عليكم. إذا كلش مهتمة تنزلين وزنك تابعي الفيديو. أول خطوة سويتها هو قست وزني بمكان مضبوط ومضمون. ثاني خطوة سويتها هو نزلت برنامج تذكير بشرب الماء وبرنامج خسارة الوزن في 30 يوم. ليش نزلت هذا التطبيق مال خسارة الوزن؟ لأن أنا أنسى ألعب رياضة، فهذا التطبيق يذكرني أنا اليوم شنو لازم ألعب رياضة. وهمي أنا بي أكلات دايت، إذا أحد يريد أكلات دايت مضبوطة وصحية يلقاها موجود. أنا مو دائما أعتمد عليهم، حسب الموجود عندي. وبرنامج تطبيق مع تذكير شرب الماء همي أنا أستفاد من عنده، أشوف أنا جسمي إيش قد يحتاج ماء خلال اليوم فيذكرني إنه أشرب ماء. همي أنا وعدت نفسي شهر كامل ما آكل أكل مطاعم ولا آكل أكلات سريعة لفات وما أعرف شنو، والمشروبات الغازية همين لمدة شهر كامل أقطعهم. وطبعا قلت ما أروح مطاعم ولا آكل أكل مطاعم نهائيا. يوميا قبل النوم بدون انقطاع إما كاسة روبا وعليها عصرة ليمونة كاملة وآكله، أو شراب الليمون اللي هو ماي وليمون متعودين عليه، بس أنا أكثر شي صراحة أحب الروبا والليمون. يوميا قبل النوم بساعة أسوي لي كاسة روبا وعليها ليمون وآكلها. أحاول أعود روحي على قد ما أقدر إنه أنا أنام من وقت وأقعد من وقت. أحاول إنه نومتي تصير من وقت وقعدتي همين الصبح تصير من وقت. كلش الساعة 8، مو إلا أقعد الساعة 6، عادي أقعد الساعة 8 الساعة 9. وأحاول إذا عندي وقت فراغ أقوم أتحرك، يعني أحاول إنه مثلا أتحرك بالبيت، أشتغل، أسوي أي شي. أي وحدة أعرفها عندها نفس الاهتمام أحاول أقضي وياها وقت أكثر. أنا طبعا مرت حماي تحاول تضعف فعندها نفس الاهتمامات، فدائما نقعد سوية ونسولف سوية بهذا الموضوع. أبتعد عن التوتر والقلق والعصبية، لأن هذن همين يساعدن على السمنة. ومثل ما تشوفون أثبتت الدراسات على هذا الشي، إنه القلق، التوتر، العصبية، الكآبة كلهن يسببن سمنة مفرطة. ما آكل وأنا أباوع بالنقال أو أباوع التلفزيون، لأن هالشي راح يخليني آكل كميات كبيرة بدون ما أحس وأشبع، بس أبقى مستمرة ومستمتعة بالأكل. يوميا أشرب العصر كابتشينو ما محلى أو قهوة إذا انتو تحبون القهوة، لأن هالشي يخليني أحس بالشبع وما أتعشى. وكنا نعرف أن الخضروات والفواكه تساعد على إنقاص الوزن، فأحاول آكلها خلال اليوم حتى لو قطعة واحدة باليوم. أبتعد عن الحلويات والنسات الوجبات لمدة شهر، لأن ذن مليانات سعرات حرارية. ما أستعجل وأنا آكل، لا والله أقعد آكل على راحتي وعلى كيفي ولقمة لقمة، لأن السرعة بالأكل يسبب سوء هضم، وسوء الهضم هذا راح يسبب مشاكل هواي ويسبب سمنة. وخليت ريوقي متأخر حتى يكون غداي متأخر، حتى تلغي فقرة العشاء. زين حبيباتي، ولهنا انتهي الفيديو. إن شاء الله تطبقون كل هاي الخطوات وبشروني ايش قد تنزلون. مع ألف سلامة.